ازيكم يا شباب، كل سنه وانتم طيبين. النهارده 27 رمضان. من منطقه بولاق. بولاق ولا امبابه؟ بولاق. بولاق. عند استاذ سيد، اخويا المحترم. يخليك. طبعا احنا بعد الفطار وبعد صلاه العشاء وقعدنا نلف كده حوالين اللوكيشن حوالي ساعه ونص. فمعايا النهارده تكمله للفيديو اللي نزلته من حوالي 4-5 ايام. بولر متحرك. تعالى معايا كده النهارده اوريك البولر المتحرك اهو. ده البولر المتحرك. حاول تجيب وشي مع ماشي. ده البولر المتحرك زي ما وريتك في الفيديو الاولاني، بس المره دي على وضع التركيب. طبعا احنا ظبطنا القعده بتاعتنا ميزان كالمعتاد. تعالى كده سيد، قرب عليا. ده استندنا ميزان اهو زي ما انت واخد بالك. نيجي بقى للبولر بتاعنا. تعالى كده سيد، ادي البولر بتاعنا ميزان. ارفع اللمبه. لا، ارفع اللمبه. ادي البولر بتاعنا ميزان اهو. ده البولر بتاعنا التلبيسه، وادي الستاند، وادي اول البولر بتاعنا ميزان اهو زي ما انت شايف معايا. ودي زاويه 90. ده الدراع اللي هيركب فيه موتور، وده الدراع اللي هيركب فيه طبق من هنا، والموتور افيز الموتور من هنا. وزي ما قلت لك ان احنا البولر بتاعنا على رمان بلي برضو. واهم حاجه في الليله دي كلها يا جماعه، زي ما قلت لك الميزان. ادي الميزان بتاعنا، وادي زي ما قلت لك ادي سيخ اللي هو اخو بتاع المتر و80 بالظبط. طبعا المسامير اللي انا حاططها دي مسامير زنق عشان تزنق معايا البولر رباط. ادي مسمارين، وادي مسمارين الناحيه التانيه، وادي برضو باكد على الميزان بتاع البولر زي ما انت شايف معايا اهوت. ده وضع البولر بتاعنا واحنا يا دوبك لسه بنجمع. خدها يا رب. ده كده زي ما قلت لك البولر بتاعنا ميزان. طبعا مقاسات والكلام ده كله، طبعا ده شغلنا وتصنيع ايدينا. وبشكر الراجل المحترم اللي صنعه، سواء الفني اللي انا بتعامل معاه او استاذي بدون داعي لذكر اسمه، والصنايعي المحترم اللي فنش الشغل ده برضه حد محترم. وبشكر استاذي اللي اداني المعلومه في البولر المتحرك، وهو اللي اداني الجرأة ان انا اشتغل فيه، مع اني ما كنتش حابه يعني، بس هو اللي اداني الجرأة ان انا اشتغل فيه. برضه مش هذكر اسمه، هو عارف طبعا ان انا بقصده هو. وتعالوا معايا كده نجمع طبقنا على البولر ونشوف اشاراتنا، وخليكم معايا كده بعد ما نظبط اشاراتنا ونجمع طبقنا. ده كده وضع طبقنا لما علقناه على البولر. ادي البولر. طبعا احنا هنشغل طبقنا ده على موتور 24 اهوت، ووحدة تحريك جنتك 48 قمر. وادي طبقنا زي ما انت شايف معايا اهوت. البولر بتاعنا عادل على الستاند، تمام. وادي ستاندنا وموتورنا والبولر بتاعنا. ونبدأ نشغل شاشتنا ونظبط اشاراتنا، ودعونا بالتوفيق. طبعا شغال في مكان ضيق، فربنا يستر والدنيا تتظبط معانا على قد من غير ما نعمل اي تنقلات في اي اطباق تانية جنبنا. كده شغلت كده الحمد لله، فضل ونعمة من ربنا على كل شيء، ونحمد فضله طبعا. وبشكر استاذي بدون داعي لذكر اسمه، هو قال لي ما تذكرش اسمي. هو اللي صنع لنا ده بدماغه،
واحنا نفذنا التركيب بدماغه برضه، مع احترامي ليه طبعا يعني، ومع احترامي لكل الاراء. زي ما انت شايف معايا، تعال نحيد عم سيد. زي ما انت شايف معايا ادي البولر بتاعنا، وادي موتورنا راكب اهوت. واحنا كده وضعيه القمر التركي. وهات لي اشاره كده يا عم سيد. وادي اشارتنا على الموتور تركي 91 زي ما انت شايف، 90 91. وتعالى بقى كده، ده البولر زي ما قلت لك، وادي الموتور ال 24. البولر اللي جاي باذن الله هيبقى فيه بعض التعديلات، يعني احنا ده ركبناه على موتور بيل، على رومان بيل. تعالى كده يا عم سيد، تعالى قرب عليا. زي ما انت شايف معايا ادي الرومان بيل، وادي وردة الزنق، وادي مسامير الموتور. وزي ما انت شايف تعالى هنا كده برضو، ادي مطرح المفك كده، ادي السيخ اللي احنا قاعدين عليه البولر، وادي مسامير زنق عشان تمسك البولر، 4 مسامير، 2 ورا و2 قدام. وادي وضعية، هات يا عم سيد بقى انا اصور بعد اذنك. ادي وضعية طبقنا على على القمر التركي. وطبعا الطبق اللي في الارض ده هنركبه هيسباسات، كان راكب هنا دلوقتي وحاش معانا في الطبق فشلناه وهننقله دلوقتي. بس انا بركز الاول على البولر زي ما انت شايف، ونستعرض بعض الاشارات من المدار. احنا كده واقفين تركي، هننزل على بدر 26. احنا قلنا بدر رقم كام عندك يا عم سيد؟ عشان احنا خزنا. عم سيد شايل الورقه في الجيب. المفاجأة دي وادي نايلسات بدر 13. ندوس هنا 13 على طول اهوت، زي ما انت واخد بالك معايا كده 13 واوكي. وادي طبقنا بيتحرك زي ما انت سامع. ادي طبقنا زي ما انت شايف اهو كده، احنا ثابتين نايلسات واشاراتنا زي ما انت واخد بالك. يا هلا والله ابو حياتي، هلا والله بريحة امي. نشوف قمر بعده، نخش على النايلسات على طول. النايلسات احنا عندنا على 1، ندوس 1 اوكي. وادي برضو طبقنا. هات الريموت ده. ادي النايلسات يا جماعة، عشان ده كده اولنا في المدار، عشان جنبنا سور. ادي اولنا في المدار. اصبر يا عم. ادي تردد على 12130 وقناة عمان وبصمة عمان دي دبليو وناشونال جيوغرافيك 11411. على الرغم ان انا عندي شبكة موبايل في وشي زي ما انت شايف، ونشكر ربنا الحمد لله. MBC 2 نور الجنة، المجد قرآن. وكده اكون معاكم، وصلت معاكم لنهاية الفيديو بتاعنا. وادي وضع طبقنا على الموتور او البولر المتحرك بديل موتور الدايزك. بس هقولها برضو، يفضل ان انت طالما جبت بقى موتور 24 او 18 وصنعت بولر ما تستخسرش، ما تحطش طبق متر بقى. هات المتر و20، احنا كنا بنقول متر و20
تقيل، لا هات بقى على الوضع ده. لو حطيت 1.20 متر مش هتزعل من شيء، بل بالعكس هتستفاد. و خليكم معايا كده في الجديد اللي جاي. وبشكر للمرة المليون أستاذي وأخويا الكبير.